مشاهدين في جميع أنحاء سلطنتنا الحبيبة، نحييكم بأجمل تحية من هنا. لقاء يجمع طبعا فريقين لا شك عريقين جدا، فريق النادي الأهلي وفريق نادي النصر اللي أمامنا الآن على الشاشة، ونحن بانتظار صافرة الحكم. بسم الله وعلى بركة الله يعلن علي بن مبارك الحسني بداية هذا اللقاء الذي يجمع النصر والأهلي على نهائي كأس مولانا حضرة صاحب جلالة السلطان المعظم. النادي الأهلي بحيث أنه يلبس النادي الأهلي اللون الأبيض ويلبس نادي النصر اللون الأزرق. وهذه كرة خطرة عمر العرمين يحصلها، وهذا اللاعب هداف الدوري وبيلعبها لكن سهلة توصل لحارس مرمى النادي الأهلي عيد موسى. هذا عمر العلمين بتمر من عمر بيحصلها مدافع النادي الأهلي، تهيأ ل 12 من نادي النصر، بتهيأ ممكن خطرة في راية وتسلم نوعا ما. الأهلي منكمش في الوسط. شوف هذه عادة الكأس الغالية هنا على هدف واضح. لاعبنا الدولي محمد عامر وعلم السلطنة، علم شعار نادي النصر وعلم السلطنة. وجمعة سيف بيحاول يعليها، يتلعب على طول بيحصلها ولكن بتمر جنب القائم. يلعبها حبيب سنجاري، وهذا حبيب سنجاري لاعب طويل هذا اللاعب من مالي، سمير بيلعبها بالخطأ تروح لجمعة سيف ظهير أيسر نادي الأهلي، بيعلي كرة وحبيب سنجاري وهدف. حبيب سنجاري بيحرز أول أهداف النادي الأهلي. إنوسن وليس حبيب سنجاري. شوف كرة كانت عالية ومرت، وإنوسن بيقفز لها وبيحرز أولى أهداف هذا اللقاء الذي يجمع النادي الأهلي والنادي النصر. والنادي الأهلي متقدم بهدف عن طريق إنوسن. أحمد سعيد بيلعبها قوية بترتد وفي المرمى. التعادل، هدف التعادل لنادي النصر. والله ما صارت دقيقة على طول، يعني هنا سجل الأهلي وأحمد سعيد بيرسل قذيفة بيكمل عليها على طول أكرم حبريش. شوف على طول أحمد سعيد بيلعبها وبترتد من حارس المرمى عيد موسى وثمانية. شوف هذه عادل الهدف نادي النصر. كرة بتلعب قوية من أحمد سعيد، بترتد من عيد موسى وعلى طول بالمرصاد لها أكرم حبريش. نادي الأهلي في عرض الملعب، خطرة هذه حبيب سنجاري بيلعبها، تضرب وترجع مرة ثانية تضرب في القائم. هذه ما زالت الهجمة قائمة للنادي الأهلي وعلى طول بيشيلها أحمد سعيد بيشيلها. شوف هذه عادة حصلها حبيب سنجاري وسددها بكل قوته. المباراة لا تحتمل أبدا التعادل، لابد أن يكون فيها طبعا فريق فائز، وإذا تعادل الفريقين في الوقت الأصلي. وهذه كرة خطرة اللعب النصر ممكن الهدف الثاني لنادي النصر عن طريق جوماني علي. الهدف الثاني لنادي النصر. دوني أقول إذا استمر التعادل، وكأن سامعني هذا اللاعب وبيحرز الهدف الثاني لنادي النصر. شوف هذا اللاعب، كرة بتلعب وبيحصلها جوماني وبيهيئها وبيلعبها بكل هدوء في مرمى النادي الأهلي. 2 نادي النصر 1 النادي الأهلي. هذه كرة بتلعب، شوف لما حصلها وهيئها لنفسه ولعبها وبيلعبها طبعا في المرمى على طول. محرز الهدف الثاني لنادي النصر مخضرم غلام خميس. كرة بتلعب نادي الأهلي، خطرة هذه بيشيلها على طول عطار سالم، تروح لنادي النصر بيحصلها في هجمة مرتدة. محمد عامر بيلعبها وبيحصلها على طول. ممكن عكعاك بيحطها. الهدف الثالث لنادي النصر. محمد خميس عكعاك بعد هجمة مرتدة وبعد تمريرة ذهبية من محمد عامر، وتمريرة متقنة تماما من محمد عامر. محمد خميس عكعاك بيضع النصر في موقف جيد تماما. شوف حصلها ولعبها على يسار
عيد موسى حارس مرمى نادي الاهلي. شوف حصل محمد خميس وعدى فيها ولعبها على يسار حارس مرمى النادي الاهلي عيد موسى، محرز الهدف الثالث لنادي النصر. 3 للنصر 1 للاهلي. وفي هذه اللحظات يصل مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الى استاد الشرطة. كرة بتتنفذ على طول وبتنلعب. مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي يشرف هذا اللقاء بحضوره السامي، صاحب الجلالة السلطان المعظم. 14 دقيقة على نهاية الشوط الثاني والمباراة، وهذه كرة خطرة للنادي الأهلي. حبيب سنغاري وحارس المرمى وممكن الله بيشيلها. وفي هذه اللحظات يعلن علي بن مبارك الحوسني عن نهاية هذا اللقاء الختامي. يتشرف الآن كابتن فريق نادي النصر الرياضي باستلام كأس جلالة السلطان المعظم من يدي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم، بينما يتشرف لاعبو الفريق بالسلام على جلالته.